مساء الخير واهلا وسهلا بيكم مره تاني في القناه التقنيه. انا رامي. في الفيديو بتاع النهارده جاي اكلمكم على سبب الانتقال من كاميرا الجو برو الى الدي جي اي الاكشن 4. باختصار شديد جدا، لو هنيجي نتكلم على الكاميرا او الكاميرات الاكشن هنلاقي تقريبا معظمهم واحد، ولكن الكاميرا ديت عملت موضوع نسفت الجو برو بالنسبه ليا، وهو الماجنتيك ماونت اللي انتم شايفينه دوت. النظام ده طبعا سهل جدا ان انت تقدر تحط الكاميرا في اي حتة وتركب وتشيل بسرعة وتحطها في مكان تاني، ولكن مع الجو برو اللي كان يفتكر احنا كنا ماشيين بالنظام ده، تقعد بقى تلف وبعد ما حابب تشيل الكاميرا تفك وتركب. ولكن مع النظام ده خلينا نقول ان انا حاطط الكاميرا على ترايبود في الماجنتيك ماونت ده. طيب عاوز اركبه على ده، هعمل ايه؟ بشيل ده بكل سهولة كده اهو. طبعا الماجنتيك قوي جدا على فكرة، وتيجي تركب في ده بكل سهولة. انا شلت وغيرت الكاميرا من مكان لمكان في اقل من ثانية. طبعا ديت ميزة جبارة جدا. ده بجانب ان احنا لو شغلنا الكاميرا هنلاقي ان برضو فيها مميزات كتيرة جدا، نفس المميزات بتاعة الكاميرا بتاعة الجو برو، ولكن هنا هتلاقي الشاشة الانترفيس بتاعتها نوعا ما يعني احسن من الجو برو، في ان انت تقلب ما بين المودز وتقلب ما بين الحاجة. كل ده بيتم بكل سهولة، ضغطة واحدة هنا تقلب ما بين الحاجات دي كلها. فيديو، فوتو، طب اخترت فيديو، بعدها بشوية ممكن طبعا تقوم ساحب من تحت وتختار الفريم ريت. فالحاجات دي كلها بتخلي الموضوع سهل جدا، يعني ان انت تنقل من هنا وهنا. طبعا كاميرا اكشن تقدر تستخدمها في كل الاحوال وكل الامكانيات. انا بس حبيت اشارك معاكم كمان. خلي بالك الكيس اللي بيجي معاها ده برضو من المميزات الحلوة جدا. ولكن خليني اقول لكم برضو ان انا اول ما جبته ما كنتش عارف بيركب ازاي، ولكن هو الموضوع سهل. انت الكيس بيبقى هنا، بتعمل ده مع ده وتبقى فاتحه لان هو بيبقى مقفول. ده الكيس كده مقفول، انت بتفتحه وبتحط الكاميرا جواه، مش زي الجو برو لازم تفتحه كله عشان تركب الكاميرا، لا، بتفتحه وتحط الكاميرا جواه وتقفل على كده. تقدر طبعا بقى عندك 2 ماجنتيك ماونت، واحد هنا اهو، شفتوا الحركة دي، وواحد كمان من هنا اهو. بقى عندك كده تقدر تصور بيها للانستجرام والفيسبوك والحاجات دي، وفي نفس الوقت لو عاوز تخليها بالعرض تقدر تثبتها هنا. الاتنين طبعا دي برضو ميزة مش موجودة في الكاميرات بتاعة الجو برو ولا الحاجات دي. خلصت كل ده يتفك في اقل من ثانية وتطلع الكاميرا والدنيا كده خلصت. دوت كان الفيديو بتاع النهاردة، وان شاء الله نشوفكم في الفيديو اللي جاي قريب. لو عندك اي استفسار بخصوص الكاميرا دي سيبه تحت الفيديو وهرجع ارد عليك، وان شاء الله نشوفكم على خير. مع السلامة.